الو. ايه يا عمو؟ يا مال الشفره بتاعت الفار مش شغاله معايا ليه الايام دي؟ ومش متظبطه كده، وفي ايه؟ لا يا عم والله العظيم شغاله ومية مية واحنا في ظهرك ما تقلقش، بس هي المشكله ان انت اللي مش عايز تكسب. مش عارفه يعني الشفره شغاله واحنا عملنا اللي علينا، شوف بقى المشكله عندك انت. السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. شوفوا بقى العك جوميز دوت في ماتش سموحه، واللي هو كان سبب في هزيمه الزمالك 1-0. اول حاجه في 3 احتمالات ممكن يكون فكر فيهم جوميز اثناء الماتش او قبل الماتش. الاحتمال الاول ان هو كان مثلا بيفكر ان هو يريح اللعيبه الاساسيين علشان ماتش نهضة بركان في البطوله الكونفدراليه. فقال مثلا يريح اللعيبه اللي هي الاساسيه واللي هو عارف مستواهم، علشان الماتش دوت مهم وبطوله ونهائي. ولكن هو لو فكر كده يبقى اكيد غلطان، وهقول لكم ليه بعد كده هو غلطان. الاحتمال التاني ان هو قال مثلا يطمن على الدكة، يطمن على البدلة ويشوف مستواهم ويشوف ان هو يقدر يستعين بيهم او لا. ودي حاجة كويسة وصح، بس هو عملها بطريقة غلط وهقول لكم برضو ليه. والحاجة التالتة ان هو بقى طبعا عارف ان مدرب نهضة بركان هيتفرج على اخر ماتشين 3 للزمالك ويشوف المستوى ايه وهيلعب معاهم ازاي وهيلعبهم ازاي. طب ماشي، خلينا ناخد ال3 احتمالات كده بالتفصيل. الاحتمال الاول وهو انه فكر يريح اللعيبه الاساسيين. طيب انت هتريح اللعيبه الاساسيين وانت فاضل لك على الماتش اسبوع كامل، يعني اللعيبه تقدر ترتاح، تقدر تعمل استشفاء، تقدر تتمرن وتسافر وكل حاجه تمام التمام، ما عندهمش اي مشكله خالص خالص. الماتش قدامه اسبوع، فانت ممكن تعمل كل حاجه في الاسبوع ده. كان المفروض ايه اللي يحصل؟ انك تلعب الشوط الاول بفرقتك كامله زي ما انت متعود بالتشكيله الاساسيه اللي انت بتلعب بيها، وتطمن على الفوز. وبعد ما تطمن على الفوز تقدر بعد كده تبدل في الشوط الثاني في اوله في نصه، تعمل تبديلات وتغييرات علشان تطمن على الدكه وتطمن على البدلاء جاهزين او مش جاهزين. لكن انك تلعب بالبدلاء من الاول وبعدين عايز تريح اللعيبه الاساسيه اسبوع بحاله، فانت بتخسرهم. يعني اللعيبه ما يقعد اسبوع بحاله من غير لعب، يعني ممكن شويه رجليه ما تبقاش ماشيه في الكوره. تمام، دي اول حاجه. الاحتمال التاني وهو انه عايز يطمن على الدكه. تمام اوكي، انت تطمن على الدكه، وزي ما قلنا كان ممكن تطمن عليهم في الشوط التاني بعد ما تضمن الفوز، وتطمن عليهم برضو انك تلعبهم في مراكزهم في اماكنهم اللي هم متعودين عليها. يعني انت تجيب واحد بيلعب مثلا طول عمره في مكان معين، تيجي تلعبه في مكان تاني ما يبقاش عارف يعمل ايه ولا عارف يتصرف ازاي ولا عارف يلعب اصلا، مش عارف يقف فين ولا يشوط ازاي، مش متعود على المكان. وده مش وقت ان انت تجرب اماكن وتجرب لعيبه في اماكن مختلفه. انت المفروض تجرب اللعيبه في مكانها وتعمل لكل لاعب بديل تكون انت مطمن عليه ومتاكد منه. فما ينفعش تغير اماكنهم وتعك العك اللي انت عكيته ده. والاحتمال التالت وده بصراحة اللي يضحك، يعني احتمال يضحك، ان انت عايز تعمل خدعة لمدرب نهضة بركان وتعرفه ان ده مستوى الزمالك اللي هتلعب معاه، واحنا ناس على قد حالنا وناس غلابة في اللعب وبنتغلب من اي حد. لا، الكلام ده تعمله بقى مع فريق مش معروف، فريق مغمور، لكن انت مش عارف انت بتدرب مين. انت بتدرب نادي الزمالك. نادي الزمالك معروف على مستوى افريقيا، لعيبته معروفه، لعيبته بيلعبوا معظمهم في المنتخب وبطولات افريقيا، يعني الناس عارفاهم والمدربين عارفينهم واللعيبه عارفينهم، وعارف ده مركزه ايه وده بيلعب ايه وده خطورته ايه. يعني انت مش بتدرب اي فريق الزمالك، انت لحد دلوقتي مش عارف انت بتدرب مين، ودي مشكله للاسف. يعني انا كنت بقول انت مدرب كويس ولحد دلوقتي بقول انت مدرب كويس، لكن ساعات بيحصل هفوات كده، المدرب بيحب ايه يجرب يفنن، فالهفوات دي ساعات بتودي في داهيه. يعني انت لما تحاول تعمل خدعه ما تعملش خدعه انك تدمر نفسك، انك تدي للمدرب ايحاء ان انت ضايع. المدرب ده هيشوف لك ماتشات، هيشوف للزمالك ماتشات، عارف لعيبه الزمالك، عارف بيلاعب مين، عارف مين اللاعب الخطير اللي هيلعب عليه، عارف زيزو، عارف فتوح، عارف هو بيلاعب مين.
بما انك انت تعمل له خدعه وتحط له ناس ما يعرفهاش، بس هو عارف ومتاكد ان انت لما تيجي تلعب هتلعب بالاساسيين اللي هو عارفهم. فانت خسرت الفرقه 3 نقط، كسبت الماتش اللي قبله بالعافيه بضربه جزاء. المستوى كده قليل قوي، ودي مش طريقه، يعني دي مش طريقه ان انت تخدع بيها المنافس. لازم تكون اذكى من كده. وان شاء الله بالتوفيق في بطوله افريقيا، بس على الطريقه دي والشكل ده الواحد مش هيبقى متفائل، مش هيبقى متفائل خالص. اما عن التحكيم فالله يرحمه. مش هتكلم عن التحكيم تاني لان زهقت بصراحه بالكلام في الموضوع ده. واتمنى اشوفكم بالف خير، واتمنى التوفيق للنادي الاهلي ونادي الزمالك، وبشكركم. السلام عليكم.